السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. رجعنا لكم تاني بعد طول انتظار، غاب اكتر من 50 يوم على القناة بتاعتنا ما نزلناش فيها محتوى، ولكن رجعنا لكم تاني في فيديوهاتنا المتميزة وفي شغلنا المتميز في الحمام وتربيتك للحمام. ان شاء الله الفيديو ده هيكون فيديو مهم جدا 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 للناس كلها اللي عندها حمام. احنا في اواخر شهر 9 دلوقتي، وخلاص داخلين على موسم الفرخ وموسم الشتاء. الشتاء يعني فرخ حمام بتاخد افضل نتيجة افضل وقت في السنة الحمام بيفرخ فيه وبيشتغل فيه هو شهر 9 و10 و11 و12 و1 و2 و3 و4 و5 كمان، وممكن يمتد معاك لحد شهر 6، ولكن ممكن اخرك لحد شهر 5. في الصيف ما بيشتغلش، لا الصيف برضه بننتج فيه حمام، ولكن قوة الانتاج بتكون ضعيفة في الصيف، ولكن في الشتاء بيكون في فرق ملحوظ في حجم الزغاليل، بيكون في فرق ملحوظ في تغذية الحمام الامهات للزغاليل. ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، ازاي نهيئ الحمام بتاعنا لموسم الفرخ. هناخد الموضوع واحدة واحدة بالادويه، وادويه كلها سعرها بسيط، مكملات غذائيه كلها، مش ادويه وفيتامينات وحاجات من دي، يعني كلها ادويه وفيتامينات مش مضادات حيويه. هفهمك الموضوع بيمشي ازاي، وهعمل لك جدول صغير كده بسيط تقدر تمشي بيه طوال فصل الشتاء عشان خاطر نتجنب امراض الشتاء في حاجه، وكمان في نفس الوقت نحافظ على انتاجنا ونزود انتاجنا من الحمام ونستفاد بموسم الفرخ اللي هو موسم الشتاء. موسم الشتاء كله فرخ وكله خير، عاوزين نستفاد بيه من بدايته كده، نلحق نبدأ نشتغل مع الحمام من دلوقتي. ولكن قبل ما ابدأ الحلقة بتاعتي محتاج منك بس دعم القناة باشتراكك فيها وتفعيل زر الجرس، وكمان تعمل شير للفيديو ده واعمل لايك للفيديو ده، لان اللايك والشير بيرفع الفيديو على منصة اليوتيوب وبيخلي اكبر ناس تتفرج على الفيديو وتشوفه، عشان خاطر نستمر معاكم في انشاء المحتوى. من غير كلام كتير يلا نخش على التفاصيل. قناة فن تربية الحمام هي دليلك الشامل في تربية الحمام بكل أنواعه، ومش بس كده، كمان بنقدم لك تربية الأرانب بكل أنواعها، وتربية عصافير الزينة بكل أنواعها، وكمان بنقدم لك تربية الفراخ البيضة والساسو والبط والديوك الرومي. كل ده عملناه داخل القناة بتاعتنا، وكمان وفرنا لحضرتك رابط موقع إلكتروني خاص بالقناة هتلاقوا موجود عليه جميع المقالات الحصرية بتاعة القناة بتاعتنا. أول حاجة وأول منتج دواء معانا هنستخدمه في فصل الشتاء هو الإيمولاينت الشراب البشري اللي هو ده. تمام؟ الإيمولاينت ده يا جماعة مهم جدا جدا طوال فصل الشتاء. ليه؟ لأنه رافع مناعة، تمام، ولانه مكمل غذائي رافع مناعه. يعني لما يجي الحمام يجيله لطشه برد الايمولاينت يصد معاه، يبقى انت بتديله رافع مناعه، ترفع مناعه الحمام او بتنشط مناعه الحمام عندك طوال فصل الشتاء. لان الشتاء امراضه او مرض المشكله اللي بتيجي في الشتاء لجميع الناس هو البرد والكحه والخنفره، ده بيجي بشكل رئيسي في فصل الشتاء. تمام؟ يبقى احنا هنستخدم الايمولاين. طيب الجرعه قد ايه؟ الجرعه منه 2 سم على 1 لتر من الميه، يومين كل 10 ايام، يعني تدي يومين كل 10 ايام من الايمولاين، تستمر عليه لوقت وشغال طول الشتاء. طيب ما لقيتش ايمولاين، اشتري ديكال به 12 بشري برضه، نفس الجرعات ونفس الكميه ومكمل غذائي، وفي نسبه من الحديد وفي نسبه من عناصر كتير جدا يحتاجها الحمام في فصل الشتاء. تمام؟ ده بيرفع مناعة الحمام. طيب تبدأ من دلوقتي تشتغل. طيب بعد كده المنتج الشهير بتاعنا اللي لا غنى عنه في البيض اللي هو كالسيمات. زي ما انتم شايفين العلبة دي برضو علبة بشري اهو، والشريط جوه اهو. الشريط من ده ب 10 جنيه، فيه 6 كبسولات، العلبة فيها شريطين ب 20 جنيه. تمام؟ طيب الكالسيمات مهمة جدا، تكوين قشرة بيض سميكة وحجم كويس لمشاكل الحمام اللي بيعاني من مشاكل ضعف البيض وقشرة البيض اللي هي بتكون يعني برشت طرية، والحمام اللي بيبيض بيضة واحدة، الحمام اللي قاطع بيض،
الكلام ده كله في مشاكل البيض. الكالسيمات مهم جدا. طيب لو تحت منك زغاليل كمان برضو الكالسيمات، ليه؟ لانه بيقوي العظام بتاعه الزغاليل. تمام، دي حاجه مهمه جدا، بيخلي الزغلول قوي والعظم بتاعه قوي ومتاسس صح. طيب الجرعه بتكون ايه؟ بتفك كبسوله من دي على 1 لتر من الميه، تديها برضو للحمام كل 10 ايام يومين. تمام، تستمر عليها. تستمر عليها. المنتج اللي معانا بعد كده الخميره، سواء اقراص زي دي خميره اقراص، انت بتديها للحمام في الفم مباشر لو انت عندك حمام في سلكات. لو انت عندك حمام سايب بتجيب الخميره الفوريه وتحطها على الميه وتضيفها للحمام. تذكره الخميره بتنضاف على 5 لتر من الميه او 4 لتر من الميه، مش هتفرق كتير، وبتقدمها للحمام بتاعك. الخميره طبعا كلها عناصر وكلها فوائد للجسم الحمام، وفاتح شهية قوي جدا للحمام، بيخلي الحمام يقبل على الاكل وياكل. برضه بيسمن ويكبر حجم الزغاليل. الخميره مهمه جدا 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 لتربيه الحمام. برضه يومين كل 10 ايام. انا مش معقد لك الموضوع اهو، عامل لك الموضوع سهل والموضوع بسيط، بحيث ان انت يبقى عندك يعني براح شويه في موضوع الادويه. كل 10 ايام تدي يومين، يبقى انت كده اساسي معاك 3 حاجات دول. طيب بعد كده او قبل ما تبدا بقى في الشغل بتاعنا ده، ندي كمان الحمام نعالجه من الفطريات ومن الحشرات. تمام، ده الافروماكتين 1% او نصروماكتين 1% البيطري، بنجيبه في البخاخه بتاعتنا، بخاخه 1 لتر او 2 لتر ميه، بناخد عليها 3 سم من الافروماكتين 1%، ونرش جسم الحمام كله، ونرش الارضيات وننظف الارضيه حوالين مننا ونخليها زي الفل. ليه؟ لان الحشرات بتخلي الحمام يسيب البيض. يبقى في ناس بتقول لي يا استاذ محمد احنا عندنا حمام بيكون راقد على البيض زي الفل، والبيض مخصب والبيض زي الفل شغالين زي الفل، وفجأة الحمام يسيب البيض بعد يومين 3 او بعد 5 6 ايام او بعد اسبوع ويمشي، ويجي يرقد تاني ما يقعدش شوية ويمشي. ليه؟ هتلاقي تحت الطاجن بتاع البيض فيه حشرات، وهتلاقي الحمام نفسه فيه حشرات. الحشرات بتخلي الحمام مش عايز يرقد على البيض، لانه بيتهرش ياما وبتاكل في جسمه، فبيسيب العش وبيسيب البيض ويمشي يبعد. تمام، يبقى احنا لازم نعالج الحمام من الحشرات. كمان في ناس بتقول لي ان الريش بتاع الحمام بيكون متقصف ومتكسر، ده بسبب سوسة الريش. في حشرة طويلة رفيعة خالص كده اسمها سوسة الريش، دي بتتغذى على ايه؟ بتتغذى على الريش بتاع الحمام، بتاكل في ريش الحمام، فبتخلي الحمام دايما متقصف والاطراف بتاعته متقصفه ومتكسره ومتاكله. ده برضو بيقضي على الموضوع ده. هتبخ الحمام كده بخ كده في جسمه وتسيبه. طب لو انت عندك حمام سايب، هتجيب كروانه او طشت فاضي صغير بلاستيك وتحط فيه 3 سم على ربع الطشت مثلا او ربع الكروانه ميه، وتخلي الحمام يستحمى فيه. لو شرب منه ما تقلقش، ما فيهوش اي مشكله. ده يا جماعه اصلا بيتحقن كمان للارانب والكلام ده، فما فيهوش اي مشاكل. هو النسبه العاليه منه هي اللي بتكون فيها خطوره. احنا بنستخدم 3 سم او 2 سم على 2 3 لتر ميه، فما بيبقاش فيها خطوره، وفي نفس الوقت هو قاتل للحمام وقاتل للحشرات الحمام. طيب لو انت ما لقيتش المنتج ده، ممكن تجيب اكتوماسرين بشري. علبة اكتوماسرين بشري برضه بتستخدمها نفس الاستخدام، غطا على 1 لتر ميه، الغطا بتاعها اللي فوق هتملاه على 1 لتر من الميه، وترج كويس وترش الحمام، او تحطها برضه في الميه وتخلي الحمام يستحمى. والاكتوماسرين برضه امن جدا ما فيهوش اي مشاكل. طيب احنا كده بنبدا من امتى؟ نبدا من دلوقتي، من اول ما تشوف الفيديو على طول ابدا اشتغل باللي انا قلت لك عليه. مش هتفرق الاوقات، انت كل 10 ايام تدي الحمام بتاعك حاجه. طيب احنا بقى يا عم محمد دلوقتي الكورس ده اللي احنا هنمشي بيه طول الشتاء، طب احنا عاوزين حاجه مكثفه في خلال الاسبوع. يبقى هتيجي ماسك كده يا باشا الخميره على سبيل المثال، تدي يوم او يومين خميره، تمام، في الميه او في الفم مباشر. تفوت يوم ميه نظيفه وتدي يومين كالسيمات، تمام. تفوت يوم وتدي يومين مولين شراب. يبقى انت عندك 2 4 6 ايام، كل فرق بينه واليوم واليوم يوم، يعني بين اليومين فرق يوم، وتدي يومين
وفرق يوم وتدي يومين، تمام؟ يبقى هتلاقي الاجمالي مثلا في حدود 9 ايام او 10 ايام. يبقى انت كده هيأت الحمام بتاعك ان هو يستقبل فصل الشتاء، ويستقبل الانتاج وموسم الانتاج ويشتغل ويبقى زي الفل. الحمام لسه طالع من قلش دلوقتي، فاحنا بنبتدي معاه نهيئ له الدنيا. احنا بندي جرعات الايمولاينت عشان خاطر مكمل غذائي ورافع مناعه، والخميره مكمل غذائي برضه وبيرفع المناعه وبيزود حجم الانتاج الزغاليل وبيجبرها على الاكل. الكالسيمات عشان خاطر مشاكل البيض والكلام ده. طيب ممكن نزود معاهم ايه؟ ممكن نزود معاهم هي سيلينيوم بيطري ايطالي مستورد، والف د 3 ه بيطري ايطالي مستورد. بتحط نص سنتي ونص سنتي على 1 لتر ميه، ده بيعالج معاك مشاكل الجهاز التناسلي عند الاناث وعند الذكور. الحمام اللي مش بيخصب بيض، الحمام اللي بيبيض بيضه مخصبه وبيضه فاضيه، كل مشاكل الجهاز التناسلي بتعالجها بالحاجتين دول، الهيسيلينيوم وفيتامين ا د 3 ه. تحطهم مع بعض وتدي للحمام. طيب بعد كده طاجن التحديق طبعا لاساس يكون عندك في المكان، وانا هعمل فيديو بعد ده ان شاء الله على طول، هنزل لكم فيديو لمكونات التحديق اللي احنا بنشتغل بيها واللي انا عن نفسي بشتغل بيها في تربيتي للحمام. لحد هنا كانت نهايه الحلقه بتاعتنا، ارجو انت تكون استفدت من الحلقه دي. لو استفدت من الحلقه دي اعمل شير للفيديو ده عشان خاطر يسمع على اليوتيوب، اعمل لايك للفيديو ده، اعمل اشتراك لو انت مش مشترك، واشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومه جديده. واي حد عنده سؤال اكتبه لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليه.